محمد احمد الصفتي. هم عارفوه انت في الايه على الجنة. نعمة العدل. اكتب نصيحة لزمنك في كراسك. عايز تعيش محبوب ما بين ناسك، بالأمن تنعم وتمشي رافع راسك. خليك حكيم وخلي العدل والناسك. بالظلم أرضك تضيع مع فاسك، تندم تلاقي الدهر يوم داسك. ومهما طال الزمان ومات إحساسك، لابد يوم يا ظالم من كتم أنفاسك. شوف دولة الفاروق خليها نبراسك، اعدل في أهلك واسقيهم نعيم كاسك. لو يوم غرقت تلاقي العدل غواصك، تعيش سعيد ويبقى الكل حراسك. الدنيا فانية خليها تحت مداسك، ودق يوم بدعوة المظلوم أجراسك. لو هتهمل نصيحتي وتنسى أصل أساسك، لابد نعلن في يوم عن قريب إفلاسك. الملاحظة النهاردة إن الأستاذ فتحي نجم والأستاذ عبد المنعم والأستاذ وليد حتى الدكتور رمضان كلمنا كلنا في معنى واحد اللي لخصه الشاعر العظيم الأستاذ فتحي: الشعر كتلة نار تبردها الكتابة. ونفس المعنى قالوا الاستاذ عبد المنعم والاستاذ وليد نفس. فاكيد الشعر طبعا من غير ما يكذب هيكذب. فانا ليا صديق من الجن، صديقي الجني. انا بكتب شعر على طول، ينزل عليا مطر وسيول وساعات يكون معقول. انا بكتب شعر على طول مع العفاريت، ينزل عليا مطر وسيول او تنقيط وساعات يكون معقول او حتى عبيط. انا بكتب شعر على طول مع العفريت مع العفاريت وبالامر، ينزل عليا مطر وسيول او تنقيط وبفخر وساعات يكون معقول او حتى عبيط بالغدر. ليا صديق من الجن بيمليني واكتب شعر، يحيرني بأفكاره ويسهرني لوش الفجر، يطيرني معاه في فضاء ويرميني أغوص في البحر، يمشيني على المية ويخليني أعوم على الصخر، ونتفسح مع الكلمة وننسج منها توب السحر، ونسكن جوه شجراية وبنصلي العشاء في الظهر. يخليني أحب في يوم ويوم تاني أدوق الهجر، وتوبي مرة يتلوث ومرات أعيش في الطهر. يجيني مرة في ثواني وأستنى ساعات بالشهر، ونتدفى ساعات بالتلج ونتغطى كمان في الحر. يرجعني شباب من تاني وأنا عايش في آخر العمر. ولو يوم أخاف منه وأدور لي عن عذر، يقول لي انت بالكلمة مع الفكرة تعيش الدهر، واوعى في يوم قلبك يصيبه جرح او بكر. ولو هتلغي احساسك انا هحفر لك القبر. انا برسم على جبينك ايات الشكر، وبتنسم في جمال شعرك عبير العطر، وفي افكارك واوصافك واجراسك جميل الذكر. انا ريشة على عودك، أنا دايما طالب عودك، ولو هتوفي بوعودك هكون ليك بزوج الفجر. لازم تركب حصان شعرك لكن طبعا بدون كبر، وأنا أضحك مع نفسي لأن حياتي في الشعر.